بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الجندفلي. هنعمله بطريقة سهلة وجميلة إن شاء الله تعجبكم. أنا هنا جايبة الجندفلي. أول حاجة بحطه في المية. طبعا بتكوني متأكدة إن هو طازة وحلو. بس بحطه في المية مية سخنة، يعني بديله غلوة كده على النار بحبة ملح وحبة كمون. بس لو في حاجة، يعني لو فيها واحدة مش طازة انت بتعرفيها لانها ما بتفتحش، لكن طالما كله اتفتح كده بتعرف ان هو طازة معاكي وزي الفل. بس بياخد غلوة بقى بالمية دي، غلوة واحدة كده مش كتير، او حتى مجرد ما تسخن المية بدرجة الغليان بتبقى كفاية، لان انت تعرفي انت كله بيتفتح. يبقى كده خلاص كله طازة اهو زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده اهو. بس بنقلبه كده. بس بمجرد ما بتلاقيه كله اتفتح كده، طبعا لو في واحدة ما اتفتحتش بنشيلها وبنبدأ بقى نفرزهم واحدة واحدة كده، وهنشوف الخطوة اللي جاية ان شاء الله. بس بعد كده بنبدأ نحطهم في مية تانية اهي، مية نظيفة كده مفيهاش اي حاجة خالص. وبنبدأ نبص، طبعا لو في واحدة زي ما قلت مقفولة بنطلعها. بس كده. وهنا بنحط لهم برضو حبة ملح وحبة كمون وليمونة، عصير ليمونة كده. بس ادي المية بتاعة السلق اللي هي اول مية دي، اول حاجة يعني اتغسلوا فيها واخدوا الغلوة اللي قلنا عليها. بس بعد كده بنفضل نبص فيهم اهو زي ما احنا شايفين كله اتفتح، مفيهوش اي حاجة خالص، لان اللي ما بتتفتحش لو فتحتيها هتلاقيها مليانة رملة وريحتها مش حلوة طبعا. بس هنبدأ بقى نطلعهم من المية دي، طبعا بعد اضافة الليمون والملح. بس هنبدأ نطلعهم بقى من المية دي كمان اهو، برضو بنبص فيهم. بس هما كانوا بسم الله ما شاء الله طازة وجمال قوي، ما فيهمش اي حاجة مقفلة اهو، كله مفتح زي ما احنا شايفين كده. بس برضو يعني بنفردهم بنتأكد اهو، نطلعهم بالواحدة كده. بس اهو زي ما احنا شايفين زي الفل، بسم الله ما شاء الله عليهم. وكده بتبقي واثقة ان هما كلهم نضاف وطازة متفتحين معاكي، يعني واضحين قدامك ان هما مفيهمش اي حاجة مقفولة. بعد كده بنجيب طاسة ونحط فيها حبة زيت. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، وبجد كان طعمهم زي العسل. وبنجيب معلقة توم اهو، بنقلب التوم حبة، ما بتنزليش الجندفلي الا لما التوم ياخد لون زي ما هنشوف دلوقتي معانا. وبضيف حبة كمون.
بس والثوم ما بيتحطش معاه حاجة غير الكمون والملح. بس كده بنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي كده، تبقى التومة استوت بس ما بتبقاش غامقة. وبضيف حبة الملح. اه كده خلاص التومة بدأت تاخد اللون الذهبي. بس كده. دلوقتي هننزل الجندفلي اهو، بنقلبه تقلبتين عشان التومة ما تتحرقش او ما تاخدش لون غامق وتمرر. احنا بنديله تقلبتين كده على النار. بس كده اهو. كده انتهينا من عمل الجندفلي. جربوه بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ودلوقتي هنعمل الطحينة اللي هو بيتاكل مع الطحينة كده. بتبقى أكلة لذيذة وجميلة بجد. بجيب معلقة توم أو نص معلقة توم حسب الكمية اللي هتعمليها، ومعاها معلقة كمون ومعلقتين 3 زيت كده. بس وعصر ليمونتين بقى 3 حسب ما تحب. بنقلب الخليط ده كله مع بعض. وجربوا الطحينة برضو بالطريقة دي هتعجبكم. بنقلب الزيت مع الليمون مع الثوم والكمون والملح وكده، ونضيف الطحينة. بس بنقلب الطحينة على اتجاه واحد، او كل ما بتقلبي فيها تلاقيها بتتقل معاكي. بس احنا لسه لغاية دلوقتي ما ضفناش مية. اه هنبدأ نضيف المية هتتقل معاكي اكتر. بنستمر برضو في التقليب كده، وبعد كده بنبدأ نزود مية تاني بقى لحد ما تفك معانا بالقوام اللي احنا عايزينه.
اهو شايفين كل ما نقلبها بتتقل ازاي، بس بتيجي يعني مرحلة معينة بتفك بقى، ما بتفضلش تتقل كده على طول معانا. بس كده وكده بنكون عملنا أكلة جميلة اقتصادية. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبكده نكون